انا المعده وجيت اليوم نهضر معاكم على حوايج كديروهم في الفطور في رمضان كيقهروني وكيجيبوا لكم الحموضه والحريق وكتنفخ لكم كرشكم وكيخليوكم بغيتوا غير تنعسوا وما قادرينش تتحركوا وكيشدكم العجز. اول حاجه كتقهرني هي الماء بارد بزاف. علاش مع كنقول المؤذن ويقول الله اكبر كتجري وتهزوا كاس ديال الماء مثلج وتشربوه دغيا؟ والبشر راه هادشي كيخلي الاوعيه الدمويه ديالي تقلصوا من الصدمه والهضم كيوقف والوجع كيبدا يخدم وكتبقاو حاسين بالحموضه طول الوقت. المعقول هو تشربوا الماء ما يكونش بارد وغير بشويه 3 تجغيمات باركه. ثاني حاجه الناس اللي غير كيسمعوا الاذان كيمشيو يجروا يخشيو في وجههم بريوات والكرعين والطاجين ولا اي حاجه مقليه. والناس واش كاين شي واحد عاقل يدير هادشي؟ هاد الحوايج عامرين بالزيوت والدهون وكيخليو الصمام ديال المريء يرتخى وكتطلع الحموضه. راه خصكم تبداو بشي حاجه خفيفه واحسن حاجه 3 تمرات ومعاهم كاس ديال الماء ولا الحليب. ودابا نجيبوا المصيبه الكبيره، الناس اللي معاك يشوفوا الماكله كيبداو ياكلوا كلشي، بروتينات على نشويات على دهون كاملين دقه واحده. راه هادشي كيخلي الدم كامل كيهرب من المخ ويمشي للمعده باش تهضم هاد الروينه وكتحسوا بالصداع والدوخه وكتبغيو غير تنعسوا. فالأخير غنقول لكم تهلاو في صحتكم، هي اللي غدوم ليكم. وأي اللي عجبكم الفيديو شاركوه مع أصحابكم، ورمضان مبارك سعيد.